السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله، متابعين قناة تفسير الأحلام مع رانيا. هقدم لكم النهاردة تفسير رؤية سقوط البيض على الأرض في المنام. سقوط البيض وانكساره على الأرض تدل على مواجهة صاحب الرؤية بعض المشاكل في حياته. يمكن أيضا سقوط البيض على الأرض في المنام بتدل على التشتت الذي يشعر به صاحب الرؤية هذه الفترة. من يرى في حلمه أن هناك بيض مكسور على الأرض قد يدل على بعض التعرض للمشاكل أو الخداع من المحيطين به وعليه الاحتراس. إذا شاهدت في منامك سقوط البيض من يدك فقد يعني ذلك أنك تشعر بعدم القدرة على السيطرة على الأمور في حياتك. قد تشعر بالضعف في إتمام مهامك اليومية أو الوصول إلى أهدافك. قد يكون الحلم تذكير بأنك بحاجة إلى التركيز والتحلي بالصبر والاستقرار لتحقيق ما تريد. أيضا يعني سقوط البيض من اليد أنك تشعر بالقلق حول مسؤولياتك وعواقب أفعالك. قد تشعر بالخوف من أن يكون لديك آثار سلبية على الآخرين أو على نفسك. تخاف من فشلك في الحفاظ على الأمور في حالة جيدة. قد يعني الحلم أيضا أنك تحاول تجنب المسؤوليات والالتزامات وتريد الهروب منها. أيضا عند رؤية سقوط البيض في المنام هو علامة على العين والحسد. فإذا رأت الفتاة أنها تسقط البيض من يديها علامة على تحذيرها على أنها مصابة بالعين. كسر البيض في المنام علامة على الخلافات أيضا والمشاكل. عند رؤية كسر البيض في المنام هو إشارة إلى العقبات التي تواجه الشخص في حياته. ويدل رؤية المرأة المتزوجة للبيض يسقط من يديها في المنام على أنها تمر بأزمات كثيرة مع زوجها. أيضا تعني تفسير آخر إذا رأت المتزوجة أن البيض يسقط من يديها دليل على أن أعدائها يبحثون عن سبيل لملء قلبها بالهموم والأحزان. ولذلك يختلف التفسير حسب تفاصيل الحلم وحسب حياة الشخص. وإلى هنا تنتهي حلقاتنا ونلقاكم في تفسير جديد. فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا. إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.